دقيقة كلام فلسفة. إشكالية السجين The Prisoner's Dilemma، تجربة عقلية في فرع من فروع الرياضيات التطبيقية Applied Mathematics اسمه نظرية الألعاب أو المباريات Game Theory. التجربة دي عادة ما بتستخدم كوسيلة لتوضيح فكرة توماس هوبز عن حالة الطبيعة الأولى. في التجربة تصور إن في شخصين أحمد ومحمد مقبوض عليهم في جريمة ما ومسجونين قبل ما يتم استجوابهم. الاتنين محبوسين بمعزل عن بعض بحيث ما يقدروش يتكلموا مع بعض وما اتفقوش مع بعض قبل ما يتمسكوا هيقولوا ايه في التحقيق. في التحقيق كل واحد فيهم عنده اختيار من الاتنين، اما انه يفضل ساكت او يتهم زميله بالجريمة. ونتيجة الاحكام اللي الاتنين عارفينها من قبل كده هتكون: الحالة الاولى لو احمد اتهم محمد ومحمد فضل ساكت، احمد هيخرج من القضية ومحمد هيتسجن 10 سنين. الحالة التانية لو محمد اتهم احمد واحمد فضل ساكت، محمد هيخرج من القضية واحمد هيتسجن 10 سنين. الحالة التالتة لو الاتنين اتهموا بعض، كل واحد هياخد 5 سنين سجن. الحالة الرابعة لو الاتنين سكتوا، كل واحد هياخد 6 شهور سجن. تفتكر يا ترى الاتنين المساجين دول هيتصرفوا ازاي؟ زي ما انت اكيد لاحظت، الاختيار الانسب في الحالة دي هو الاختيار الرابع. بالشكل ده الاتنين هيقضوا 6 شهور بس في السجن. لكن فكر لو كنت مسجون مكان واحد منهم، تفتكر هتتصرف ازاي؟ احمد ممكن يكون عاوز يسكت لكنه مش هيضمن ان محمد ما يتهموش. مش بس كده، لو محمد سكت الافضل لاحمد ساعتها انه يتهمه ويخرج من القضية تماما، والعكس بالعكس. من هنا دايما هيكون من المنطقي من وجهة نظر الاتنين انهم يتهموا بعض، لكن للأسف ده معناه ان الاتنين هيقضوا 5 سنين في السجن. هي دي الحالة الطبيعية اللي اتكلم عنها هوبز. لو طرف في التعاقد اعتقد ان الطرف التاني مش هيلتزم بالعقد، يبقى من المنطق انه ينقض العقد ونبقى في حالة حرب الكل ضد الكل.